عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ عاملين لكم شوية كشري بسم الله ما شاء الله، تحفة تحفة تحفة. ولا تقولوا لنا محلات ولا غير محلات، البلد يوكل لنا مع دعوة. وعامله لكم ادي الشطة وادي الدجة تحفة. وتعالوا نسمي بسم الله. شوفوا هنبدأ بيها. هنبدأ بالبصل المجرمش، قطعناه طرنشات طرنشات كده خفيفة، ونزلنا بيها بشوية زيت. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وبالحمص حطيته الاول قبل ايه؟ قبل العدس. اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هديكم زي ما انتم شايفين. حطيت يا دوبك سنه ملح علشان يخشول بسرعه. وبعدين حطيت العدس ابو جبه معايا لما لقيته جرب يستوي، ويا زودته ميه سخنه. اللهم صل على كامل النور. بس ودياتي معلقه نشا قرب لما يحمر احط معلقه نشا صغيره. المعلقه النشا ديت احسن من الدقيق، بتخليه يخشول ويبقى جميل والله، ويبقى مجرمش زي ما انتوا شايفينه كده. تحفه تحفه يا جماعه. ادينا كده اهواتي اطلع واصفيه كده، وانا بطلع اصفيه كده اهواتي، واطلع البصل في طبق ناشف ما يكونش فيه ميه علشان ما يبقاش مبلول كده اهواتي ويلين كده. خلوه مجرمش. اللهم صل على سيدنا محمد. اديكم زي ما انتم شايفين بصفيه بداير واحده دي، ما خلتش اي حاجه وطلعته. نفس الزيت هو ده يا جماعه، مش هنرميه. احنا ما استخدمناش الا تحمير البصل بس. هنعمل فيه التجليه بتاعت ايه ده مخشوه. هننزل بيها بتجليه البصله بتاعت الكشري. هننزل كده ببصلايه كده مقطعه مفرومه. ونصلي بينا على النبي كده يا جماعه، ونحط اللايك كده والاشتراك للقناه فضلا وليس امرا. وادينا كده اهواتي ايه بنحمر البصله. وبعد كده اهواتي معانا توم، ومعانا كزبره، ومعانا فلفل اسود، ومعانا شطه، ومعانا ملح، ومعانا سن السكر، ومعانا كمون ولا جلوري مطحون. وده كل ده هننزل ايه بالثوم كله معاه البصله قرب لما تحمر، وسنه السكر دي عشان بتبقى طعمها سكر. وكل واحد بحسب ايه طلبه في الملح. انا حطيت معلقه ملح كبيره. وادينا هننزل بيها. اللهم صل على كامل النور على الروايح يا جماعه، بتبقى الريحه لما بتنزل التوابل تحفه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ادينا بنقلب ومش هنطش الا لما تحمر وتبقى حلوه كده اهواتي. ولازم تكون لون واحد يا جماعه، ما تصهينوش عليها كده البصله. اديكم شفتوا البصله اللي احنا بتاعت التزيين جميله، والبصله التانية والتجليه دي هنطشها بيها بالخل كده قد ربع كوبايه خل. هنطشهم التجليه بالخل قبل الطماطم. بعد ما يغلى كده ويشرب هننزل بالحجه طماطم كده، عصير الطماطم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الريحه تحفه يا جماعه. ودلوقتي فصين توم مقطعاهم نيين حطيتهم علشان يدوا طعم جميل. هنسيبها تتسبك كده ونروح نعمل ايه؟ نبدا نعمل الرز ابو شعريه كده. نحط شعريه، وادينا هنحمر الشعريه الاول. حطيت زيت وحطيت الشعريه كده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كد كده اهواتي كد طبق شعريه، كل واحد على حسب المقدار اللي هيعمله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وهحط كده اهواتي معلقه ملح على الشعريه علشان تحمر بسرعه وما ياخدش معاكم ايه وقت. معلقه الملح ده انا كان مقداري كيلو الا ربع رز، وكد نص كيلو شعريه، فكانت كوبايه. ديكم زي ما انتم شايفين اللون جميل يا جماعه وتحفه تحفه تحفه تحفه. لون الشعريه لون واحد متوحد. حطوا اللايك وحطوا الاشتراك. وهننزل كده بالرز زي ما انتم شايفين. هنقلب وننزل كميه يا الرز الباقيين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اقتصاد وتوفير هنا مش في اي حته تانية يا جماعه. ما نتحرمش منكم ومن لايكاتكم ومن اشتراكاتكم. اللهم انصر اهلنا في غزه، اللهم امين. واديكم زي ما انتم شايفين اللون جميل زي ما انتم شايفين. وده بعد ما خشول هننزل بميه مغليه. اللهم صل على كامل النور. الميه المغليه مع الرز والشعريه لازم علشان ما يعجنش، ونطلع كالعاده بعقل الصابع من الرز. اديكم زي ما انتم شايفين اتسبكت وبقت الزيت طلع فوق الوش كده. الماده الدهنيه جميله. هنروح نصلي بينا على النبي كده يا جماعه ونعمل ايه. كلكم بتعرفوا تسلقوا المكرونه. هنحط الميه تغلي كده اهواتي، وهنحط عليها ادي خلاص كده اهواتي. هنغطي الرز ونسيبه. بعد ما يغلي هنقطع عليه خالص. حطينا معلقه ملح في الميه وقد معلقه زيت. وبعد ما غليت هنحط ايه المكرونه الاسباجيتا الاول عشان بتاخد طيبات. بعد ما غلت شويه كده اهواتي هننزل بالمكرونه العاديه. اللهم صل على كامل النور.
اديكم زي ما انتم شايفين، هنقلبها ونسيبها تطيب، هنصفيها كلكم تعرفيها تسلقوها. بس قلنا لزوم التكة الكشري كده والحركات، قلنا نجيبها من الاخر عشان تبقى فخر من الاخر. ادي الرز كده والشعريه طاب، اللهم صل على كامل النور. ويا جماعه اللي وصل لحد هنا حطيناش ليها لايك واشتراك. ادي كده دلوقتي الحاجه مكرونه استوت، هروح نصفيها ونشهد عليها كده. حطيت انا في التجليه خلاص، عشان انا عملت اول حاجه حطيتها تغلي، وحطيت عليها فص ليمون، والله العظيم خلاها تحفه تحفه. نعمل الدجه دي معانا شطه، معانا كمون، معانا فلفل اسود، معانا كزبره، معانا الحاج ملح، وكان فص توم. مش هنحمرهم، هنسخن الزيت بس وبعد كده هنطشهم. ادينا بس يا دوبك كده تسخين. احنا هنخليه التومه ما تطيبش يا جماعه. خلاص كده لقيت الزيت سخن، اروح انزل اطشها بالحاج خل كده قد كوبايه خل. اللهم صل على النبي، كل واحد على قد المقدار اللي هيعمله. اديكم زي ما انتم شايفين حطيت قد كوبايه خل كده هواتي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وهننزل كده قد يا دوبك اقل من ربع كوبايه ميه، حاجه بسيطه بسيطه خالص. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ادينا عصرت قد معلقه ليمون، حطيتها على الدجه، حطيتها على الدجه. اللهم صل على النبي. وادي الشكل النهائي يا جماعه، والله تحفه. دي الشطه، وادي الكشري لذيذ وتحفه يا جماعه. اتفضلوا معانا. وادي الدجه، والله الشكل جميل والطعم اجمل يا جماعه، يا ريت تجربوه وتدوقوه. السلام عليكم.